المناهي في الأدب. باب ذم ذي الوجهين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. أخرجه البخاري. عن عمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. باب الزجر أن يجلس بين الظل والشمس. عن أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس بين الضح والظل، وقال: مجلس الشيطان. أخرجه أحمد وصححه الألباني. عن أبي بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. باب الزجر عن النوم على سطح ليس له سترة. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. عن أبي شيبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. باب النهي عن سكن البادية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. أخرجه أحمد وصححه الألباني. باب النهي عن سب الديك. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. باب الزجر عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله. قال سلمة: فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه.
أخرجه الترمذي وصححه الألباني. المناهي في السنة.